السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني والله من الفيديو اللي فات. بحب الكومنتات بتاعتكم والله، بتشجعني. ربنا يجازيكم خير يا رب ويبارك لي فيكم يا رب. خزنتوا بقى طماطم ولا لسه؟ الطماطم رخيصة بقى، ما تقوليش الطماطم غالية لا، الطماطم رخيصة رخيصة يعني. فخزني بقى، انا بستغل الوقت اللي الخضار بيبقى فيه رخيص، بجيبه خزن. انا عشق التخزين يا ولاد، بحب التخزين اوي. يعني وانا بخزن لكم الطماطم دي، انا كان عندي بتاع 6 اكياس من قبل رمضان باقيين معايا. قلت لا، أنا لازم اخزن، واستغليت بقى بصراحة ان هي رخيصة. فانا بجيب، ممكن اجيب بال10 كيلو 15 كيلو. مش لازم اجيب عدية كاملة ل25 او 30 كيلو. بجيب على قدي، يعني انا نزلت لقيتها رخيصة قدامي، بجيب ب10 كيلو 5 كيلو 7 كيلو على حسب بقى المادة اللي معايا، بس لازم اخزن. كانت الطماطم حلوة وجميلة مستوية دي، انا بحب الطماطم المستوية شوية دي، بحبها في التخزين تبقى حمرة وجميلة. آه، لونها بيبقى حلو وحمرا، لكن الخضرة شوية اوعي تجيبيها، هاتيها مستوية اللي هي بتاعت التخزين، ما تجيبهاش الجامدة قوي الناشفة دي، لا. في طماطم كده بتبقى حمرا مستوية شوية، بتبقى جميلة في التخزين. هنا انا كنت غسلت الطماطم كويس وقطعتها، وضفت معلقة ونص سكر في الحلة دي، ومعلقة ونص سكر في الحلة دي، و... وبابريكا، وسبتها على النار. دي طريقة التخزين الصحيحة بتاعتها، انا بطلعها والله بتبقى يعني ما شاء الله عليها، بتبقى جميلة. سبتها على النار، هديت عليها، ما تضيفيهاش اي اضافات تاني ولا مية ولا اي حاجة، هي بتنزل المية من نفسها. انا هديت عليها النار وسبتها مع نفسها وغطيت عليها بتاع 10 دقايق، ورجعت لها تاني لقيتها نزلت المية بتاعتها كده، وقلبتها، لان لازم تقلبيها برضو عشان اللي فوق ينزل تحت واللي تحت يطلع فوق، وكله يستوي مع بعضيه. فانا ولقيتها كده، شلت المية الصفرة اللي فيها دي، خلاص بقى ملهاش لازمة. لازم تتخلصي من المية الصفرة دي اللي فيها، بتبقى طعمها مش حلو. لو ضربتيها في الخلاط كده طعمها ما بتبقاش حلو. فانا ميلت الحلة كده، هي اصلا لما تميلي الحلة كده المية بتاعتها بتمصر لوحديها كده بتنزل، وانتي بتبقى سهلة بقى تشيليها يعني. وهنا كنا خلاص كي سبكت مالي، انا مش مركزة يا ولاد، مالي في ايه؟ بصوا نزلت مية قد ايه هنا. هنا كنا بقى استوت وضربناها في الخلاط وصفيتها وكيستها، كانت جميلة ما شاء الله. هي رخيصة الطماطم، انا جايبة ال3 كيلو ب10 جنيه، في ب5 وفي ب6، مش اكتر من كده، اللي هي الجامدة شوية. لكن انا خدت ال3 كيلو ب10 جنيه، ما شاء الله جميلة. كنت عاملة 15 كيلو معاكم. يلا قومي بقى وخزني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.